بصوا بقى، قصتنا النهاردة عن أمير من أمراء العصر الملكي للصين اسمه شياو. محارب قوي جدا ما يعرفش الرحمة، بارد قاسي، الغلط عنده فورة، واللي يدوسله على طرف بيدوسله على رقبته زي ما انتم شايفين كده. أما بطلتنا بقى فبنت جميلة رقيقة هادية ومطيعة. ايه ده؟ لا ثانية ستوب معلش، من الأول تاني. بطلتنا تبقى بنت مجنونة غلبوية وبتاعت مشاكل اسمها جيا، لسانها أطول منها، من بره تبان كيوت بس لو زعلتها هتعورك زي ما انتم شايفين كده. فتفتكروا بقى لو شياو قابل جيا ايه اللي ممكن يحصل؟ اهو ده بقى اللي هنعرفه مع بعض، بس الأول ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. يلا بينا نكمل. مسلسلنا بيبدأ مع بطلنا شاو اللي بيكتشف مؤامرة كبيرة اتسببت في موت 30 ألف جندي بسبب مجموعة أسلحة مزورة، والمؤامرة دي كان وراها الأمير تشانج العدو الأول لشياو وأكتر واحد مش بيطيقه. شياو بعدها بيتفاجئ بهجوم خطير على الحدود الشمالية، فبيقود جيشه في معركة قوية جدا وبيقدم نفسه كطعم للأعداء لحد ما رجالته يحطوا متفجرات يدمروا بيها جيش الأعداء قبل ما يقتحموا المدينة بتاعتهم. والكل بعد المعركة دي بيفتكروا شياو ودع الملاعب والله يرحمه بقى. هنا بقى بنروح لبنتنا جيا اللي مامتها بتكون جايبالها عريس عشان تجوزها وتخلص منها بقى. بس جيا عشان تطفش العريس بتجيب عروسة هي عاملاها على شكل بني آدم وبتفضل تضرب فيها عشان العريس يخاف ويمشي. وفعلا هو ده اللي بيحصل، الولد بياخد ديله في اسنانه وبيطلع يجري. ومامة جيا بقى بتبقى هتشد في شعرها منها، بتقول لها يا بنتي حرام عليكي، ده 7 ولا 10 عريس تطفشيه، ارحميني بقى نفسي اشوفلك عيل. السجية بقى بيبقى راسها وألف سيف، ما تتجوزش غير معه حبيبها اللي يبقى واحد من تلامذة باباها. بس من حظ جيا بقى إنه الأمير تشانج عدو شياو بيبقى معجب بيها وبيروح يطلبها من أبوها. ووالد جيا بيحاول يفلسعه كده لأنه عارف إن بنته بتحب واحد تاني. بس بنتنا عشان مش مريحة نفسها والمشاكل بتحبها زي عينيها بتقع في ورطة كبيرة مع شياو نفسه من غير ما تعرف. جيا بتبقى شاطرة في صناعة التحف والخزف وأي حاجة من الخشب والمعدن، فبتروح تبيع كوس من الخشب هي عملته بنفسها، وكانت هتبيعه لشياو من غير ما تعرف إن هو نفسه الأمير شياو اللي صيته مسمع المملكة كلها. كانت فاكراه مجرد شخص عادي يعني. وعشان كده جيا بترفض تبيعه لاتنين عرضوا عليها مبلغ كبير قوي، بس الاتنين دول أصلا بيطلعوا تبع شياو واسمهم جي وفانج. وبسبب سوء التفاهم ده بيختلفوا وجيا بتهرب منهم، وهما بيحاولوا يمسكوها بس مش بيعرفوا. فبيروحوا بعدها للشياو يعرفوه باللي حصل، وهو بقى بيحط جيا في دماغه وبيطلب منهم يلاقوها مهما كان التمن. بعدها على طول شياو بيروح على حفلة شعر كانت تشانج منظمها، وبيفاجئ الكل انه لسه عايش. وتشانج اول ما بيشوفه لونه بيتخطف اكنه شاف عزرائيل. والشياو عشان يخوفه اكتر بيسحب سيفه يطير له رقبة كام واحد كده عافية وغلاسة لحد ما بيوصل لتشانج، وبيقوم قاطع له توكو ديل الحصان بتاعته عشان ينعكش له شعره غلاسة برضه. المهم بقى انه جيا كانت حاضرة الحفلة ولمحت شياو من بعيد كده وهو داخل، وسمعت باللي عمله فخافت منه جدا. وفانج الحارس بتاع شياو شافها فقبض عليها عشان يسلمها لشياو زي ما طلب منه، بس هي قدرت تهرب منه. وساعتها بقى شياو بيكون قدر يعرف اسمها وعيلتها كمان، وعرف انه تشانج كان عايز يتجوزها. فبيعمل ايه بقى؟ بيروح للملكة الأم وبيطلب منها تجوزه جيا بدل ما ترقيه كمكافأة يعني على انتصاره في معركته الأخيرة. والملكة بتوافق وبتصدر قرار رسمي بجواز جيا والشياو. ولما بيوصل الخبر لجيا بتبقى عايزة تشنق نفسها، بتقول لمامتها وباباها انا موت ولا اتجوزه، انتوا ما تعرفوش الناس بتقول عليه ايه، ده سفاح مش بعيد يصحى في يوم يخلص عليا لو ما كانش مزاجه رايق. فوالد جيا بيقول لها امر الله يا بنتي هنعمل ايه، ده قرار من الملكة نفسها، هتتجوزيه يعني هتتجوزيه. فجيا بتسيب لهم البيت وبتروح على المينا عشان تهرب في سفينة من السفن. ومن حظها بقى انه شاو بيكون موجود في المينا مع رجالته، لانه بيوصل له خبر ان واحد من المتورطين في صفقة الاسلحة المزورة موجود هناك، وشاو بيدور عليه. بس لما بيشوف جيا بيقول لنفسه طب ما اشتغلها شوية هي الدنيا هتطير يعني. فبينزل يقعد جنبها على كرسي يتشمسوا اكنهم قاعدين على البحر، وبيسمعها وهي بتقول شعر. فبيقولها على فكرة اللي انتي بتقوليه ده هبد من الشعر، الشعر بتاعك وحش جدا. فبتقوله والله انا مش شايفة انه في حاجة وحشة هنا غيرك. فبيقولها ايه ده انت طلعتي لسانك طويل كمان. فبتقوله فيها ايه يعني ما انت طلعت قليل الذوق اسكت لك يعني. وبتسيبه عشان تدخل السفينة بتاعتها، بس هو بيمسكها من فستانها عشان تتكعبل وتقع على الارض. فبتقع على وشها وبتتعور، وقبل ما بتقول اي كلمة شياو بيطلب منها تمسح القرف اللي على وشها. فهي بتتعصب اكتر وبتدخل السفينة وبتسيبه. ساعتها بتشوف مجموعة بنات مخطوفين وفي راجل معاهم كان بيأذيهم، فجيا بتطلع قنبلة من جيبها ترميها عليه، بس الأولانية مش بتنفجر. فجيا بترمي واحدة تانية بسرعة قبل ما شياو يفجرها هي شخصيا، وبتقبض على المجرم.
بس ساعتها بيظهر قدامها شريك الراجل اللي خطف البنات، فبيبقى عايز يهاجمها بسيفه. بس بنتنا بقى بكل شجاعة بتقول لشياو يقف في ظهرها وهي هتحميه، وبترد الضرب ب10، لحد ما بيوصل مسؤول في المدينة اسمه تانج عشان يحقق في الموضوع ويقبض على الراجل اللي خطف البنات. بس تانج اصلا بيطلع متفق مع المجرم وخاطف البنات معاه، والبنات نفسهم بيقولوا ان جيا هي الشريرة اللي خطفتهم لانهم كانوا خايفين. فتانج بيأمر حراسه يحبسوا جيا، بس قبل ما ده يحصل بيكون شياو اداها مشبك تقدر تهرب بيه. وفعلا جيا بتقدر تهرب، بس بتفتكر بعدها انه شياو لسه جوه لوحده وممكن يأذوه، فبتاخد قوس وبترجع عشان تنقذه من تانج. بس بدل ما بتضرب السهم على تانج بتضربه على شياو في مكان ما يصحش ان اقوله خالص. المهم بقى انه شياو بعدها بيقول لها اركني انت بقى على جنب، وبيتصرف هو وبيخلص من تانج. وجي من كتر خوفها منه بتعمل نفسها ميتة، فشياو بيقول لها قومي قومي يا حبيبتي بلاش تمثيل، لو عايزة تموتي بجد انا ممكن ارشقك سهم في نص دماغك واخلص منك. وبعدها بيسألها انت ليه اصلا عايزة تهربي؟ فجيا بتقوله اهلي عايزين نتجوز راجل عجوز وشكله وحش زي امنا الغولة، وانا حلوة وصغيرة، ليه اتجوز واحد شكله اوحش منك يعني؟ فالشاو بيقول لها صدقني ان انت بنت قليلة الادب وانا اللي كنت هساعدك وهربك. فبتقول له بجد؟ بيقول لها اه حتى استني. شاو بعدها بيتنكر معاها على اساس انهم عمال في المينا عشان يركبوا سفينة تانية. جيا بتكون فاكرة انها هتهرب بيها، بس السفينة بتلف وبترجع لنفس المكان، وجيا فجأة بتلاقي مجموعة حراس ماسكينها عشان يرجعوها بيتها بالغصب. وشاو بيبصلها بضحكة شريرة كده وبيقول لها هقابلك تاني قريب. هنا جيا بتفهم اخيرا انه ده يبقى هو نفسه شاو، عريسها اللي مش طايقة تشوفه. وبعد ما بترجع بيتها بتفضل بالأيام قافلة على نفسها مكتئبة وحزينة وتعبانة. وفي الوقت ده بيرجع ماو حبيبها، واللي بنتفاجئ انه يبقى صديق مقرب جدا من شياو. والولد يا عيني اول ما بيعرف انه شياو خطب حبيبته جيا بيبقى هيتجنن، لدرجة انه بيروح على قصر الملكة الأم يترجاها تلغي الجوازة بأي تمن. وهي من جبروتها بترفض وبتجلده عشان دخل القصر من غير إذن. فماو بيروح لشياو يصرحه بالحقيقة عشان يسيب حبيبته، بس شياو بيقوله ماليش فيه أنا هتجوزها لأسباب خاصة. فماو بيقوله طب وصحوبيتنا طيب؟ فالشاو بيقوله ابقى اقرا لها الفاتحة يا حبيبي. فماو بيقوله اعمل حسابك يوم الفرح انا هاخد جيا وهنهرب. وبيقوم رايح يقابل جيا في السر، وبيعرفها ان يوم فرحها هو هيهرب معاها قبل ما مراسم جوازها تخلص. ولما بيجي يوم الفرح شاو وجيا بيجهزوا نفسهم، وجيا بتخرج من بيتها بتلاقي شاو مستنيها على حصان ابيض. فبتقوله انا مش هركب وراك، انا هركب ورا. وبتقوم موقعة منها حاجات على أساس تحرج شاو وتخليه ينزل يجيبها، بس شاو بيقوم نازل رميها على كتفه وبيركبها معاه غصب. ولما بيوصل على قصره بيطلب من الخدم يرموها جوه أوضتها ويقفلوا عليها من غير أكل ولا شرب، وبدل ما يعمل الفرح بيقعد يسهر مع بنات تانيين. وجيه بتستغل ده وبتستخدم خريطة ما وديها لها عشان تهرب من قصر شاو. والخريطة دي أصلا كان شاو سلمها لماو عشان جيه تهرب بيها، وده لأنه كان عايز يحميها ويساعدها هي وماو فعلا إنهم يهربوا سوا. بس هو أصر على الفرح في البداية عشان يخدع الأمير تشانج، لأنه عارف إنه تشانج كان هيستغل فرحه ويعمل تمرد كبير على القصر، وشياو كان عايزه يكمل خطته عشان يقلبها عليه. فأول ما تشانج بيقتحم قصر الملك عشان يخلص عن الملكة الأم بيلاقي شياو في وشه بيطيره، وبيواجه الملكة الأم بحقيقة خطيرة جدا، وهي إن خطة الأسلحة المزورة هي اللي كانت عاملاها عشان توقعه مع تشانج وتسيب الاتنين يخلصوا على بعض عشان الحكم يخلالها هي وبس. بس الشياو بقى أذكى منهم كلهم، كان عامل حسابه وخلص من تشانج وكل رجالته، وجمع الجزء الأكبر من الجيش تحت قيادته، وبأمر منه ممكن يقضوا على القصر والملكة الأم نفسها. فالملكة الأم بتهدد شياو إنها هتخلص عليه لو معتذرش وساب منصبه. بس في الوقت ده بيكون والد جيا أخد ماو على أوضة الملك وطلب من ماو يقنع الملك يسامح شياو ويعفو عن حياته. مش بس كده، ده كمان والد جيا أقنع الملك يخلي ماو وصي على العرش لحد ما صحته تتحسن، لأن الملكة الأم هتخرب البلد. فالملك بيوافق وبيصدر مرسوم ملكي بتعيين ماو وصي على العرش وبتعيين شياو القائد الأعظم للجيش، ورسميا محدش بقى يقدر يقرب منهم هما الاتنين. بس ده بيجبر والد جيا إنه يمنع هروبها وتتجوز من شاو، لأنه ده هيكون في مصلحة ماو وهيضمن حياته. والمفاجأة بالنسبة لجيا إن والدها بيخلص على خادمة مقربة ليها قدام عينيها عشان يجبرها ترجع معاه ويسلمها بنفسه لقصر شياو. جيا بتقرر تتقبل الأمر الواقع
بس في نفس الوقت هتخلي شياو يندم على اليوم اللي اتجوزها فيه. فأول ما بتشوف خلقته بتسحبه معاها على أوضتها وبتقوله بما إننا عرسان جداد بقى يبقى لازم نسهر مع بعض نحتفل، فاتفضل بقى اطفح الشاي اللي قدامك ده وما تخافش، لسه ما حطيتش فيه سم يخلصني منك. جيا بعدها بتحاول تأيد شياو بكلبشات، بس هو بيفهمها وبيأيدها هو وبيقول لها يا بنتي أنا قائد جيش قد الدنيا، بقى الحركات الهبلة دي هتاكل معايا؟ فوقي نفسك وبلاش تدخلي معايا في تحدي عشان ما تزعليش. وتاني يوم جيا بتحاول تسلي وقتها في القصر، بس شياو بيحب يغلس عليها كعادته، فبيقول لها أنا عايز أشرب شاي من إيد مراتي حبيبتي. فجيا بتقوله ما تقوم تعمل لنفسك، هو أنت اتشليت؟ فبيقول لها لو عملتيلي الشاي هخليكي تقابلي ماو. فجاية زي الهبلة بتروح تعمله الشاي وهو بيقعد يشربه وهو نايم بيتفرج على غروب الشمس. فبيقول لها المنظر ده ناقصه انك تختفي منه بقى عشان يفضل حلو. فبتقول يعني انا اللي طايقة شكلك اتنيل. شياو بعدها بيروح في النوم وبيفتكر حياته وهو طفل لما باباه كان بياخده في أصعب المعارك رغم سنه. فبيصحى قلقان، بس لما بيشوف جيا نايمة قدامه بيفضل يتأملها وبيهدى، وعشان ينفذ وعده ليها بياخدها يوم عيد المملكة عشان تقابل ماو. شياو بيسيب جيا تخرج مع ماو لوحدهم وبيفضل يبص عليهم من بعيد وهو زعلان لأنه كان نفسه يكون مكان ماو. وفي نفس الوقت ده بتكون الملكة الأم اتفقت مع جوي أخت ماو إنها تستدرج جيا لمكان عشان تخلص عليها، وده مقابل إنها تحافظ على حياة أخوها. وتحت ضغط وخوف البنت بتوافق، بس شياو بيفهم خطة الملكة الأم وبيقف قدام جوي عشان يمنعها. لكن ساعتها بتكون جيا شافت شخص شبه شياو جدا وبتكتشف إنه يبقى نفس الشخص اللي كانت هتبيع له القوس على أساس إنه شياو، فبتجري وراه. وفي نفس الوقت ده مامة جيا بتروح لشياو وبتطلب منه إنه يفرق بين بنتها وبين ماو لأنه ده الأفضل لمصلحة جيا، والسبب مش هتقدر تقوله عليه دلوقتي. وجيا ساعتها بتكون حاولت توقف النصاب اللي اشترى منها الأقواس على أساس إنه شياو، بس جي بتقف في طريقها فبتاخدها معاها وبيجروا هما الاتنين وراه لحد ما بيوصلوا لميدان النصب التذكاري الخاص بال30,000 جندي اللي ماتوا من جيش الشمال. وهنا بقى بنكتشف الخطة اللي عملتها الملكة الأم من البداية. الملكة الأم ضحكت على جيا وبعتت لها شخص على أساس إنه شياو عشان يشتري منها أقواس حربية بس زينة مش أسلحة حقيقية يعني، وهي عملتها وبعتها له. ودي بقى نفس الأقواس اللي دخل الجيش الشمال بتاع شياو ومات بسببها 30,000 جندي. وطبعا جيا ما كانتش تعرف كل ده واتحطت ضمن مؤامرة كبيرة عشان بس يهزموا شياو. ودلوقتي بقى الملكة الأم لعبت في دماغ مجموعة جنود من جيش شياو عشان يعملوا تمرد ويخلصوا فيه على جيا على أساس إنها المتآمرة اللي كانت السبب في موت عدد كبير منهم. وكمان الملكة الأم أمرت شخص يدمر النصب التذكاري لما أخو شياو كان واقف تحته، وده خلى جيا ترمي قنبلة تفجر بيها النصب التذكاري عشان تحمي أخو شياو. فجيش الشمال اتهم جيا إنها اتعمدت تدمر النصب التذكاري لأنه هي السبب في موت الجنود. وقبل ما يترمي عليها سهم يخلص عليها شياو بيقف قدامها وبيحميها وبيرجعها معاه على قصره، وهناك بيتخانق معاها لأنها راحت النصب التذكاري مع إنه حذرها وما تروحش هناك أبدا. هنا جيا بتنفجر فيه وبتعرفه إنها فهمت إنه كان بيستغلها عشان يكشف كل اللي عملته الملكة الأم، بس هي مش هتسمح إنه يعمل كده على حساب إنه يدمر سمعتها كصانعة أسلحة شاطرة، لأنه حلمها من زمان كبنت إنها تثبت نفسها في موهبتها قدام كل الناس. بس لما الجيش والناس يشوفوها خاينة وتسببت في موت الجنود كل ده هيضيع. شياو بيتأثر بكلامها قوي وبيحس بالذنب جدا، وعشان تسامحه بياخدها معاه تاني يوم على معسكر جيش الشمال وبيقبض على كل المتمردين وبيعلن قدامهم إن جيا بريئة. وجيا نفسها بتعرفهم إنه في حد استغلها واشترى منها أسلحة مزيفة فعلا وهي ما تعرفش إنه هيوديها للجيش، فموت الجنود مش ذنبها أبدا. وكدليل على حسن النية شياو بيقرر يخفف عقوبة المتمردين للسجن بدل الإعدام لأنه اتضحك عليهم هما كمان. شاو بعدها بيروح للملكة الأم يهددها إنه لقى الشخص اللي زيف هويته قدام جيا وممكن يخليه يفضحها قدام كل الناس لو ما نفذتش شوية مطالب هتزود من قوة الجيش وتعلي من نفوذه كمان. وبعد لحظة الانتصار دي شاو بيساعد جيا تفتح محل خاص بيها عشان تبيع فيه شغلها وهي بتشكره لأنه واقف جنبها. وبالليل جيا بتحتفل وبتشرب كتير جدا لدرجة إنها مش بتقدر تمشي، وشاو بيمسكها عشان يساعدها. ساعتها هي بتقرب منه وبتقوله ما يزعلش لو لسه ملقاش حب حياته زيها كده يعني هي وماو. فالشاو بيقول لها لا يا ستي ما تقلقيش أنا ربنا ابتلاني بيكي خلاص كفاية عليا انتي. وتاني يوم شياو بيواجه تحدي جديد
بوصول الأمير ليان أمير مملكة تشان الجنوبية الموجودة على حدود مملكته هو، واللي شياو خسر قدامهم في آخر معركة خاضها جيش الشمال. والمرة دي الأمير ليان شرف على المملكة على أساس يعمل مفاوضات سلام مع شياو وماو، بس أول ما وصل ليان أهان ماو لأنه ما يعرفوش أصلا، وأهان أهل المملكة كلهم. فالناس بقى عندها غضب كبير جدا لدرجة إن هم اتجمعوا حوالين مقر الأمير ليان في المملكة وبقوا عايزين يقتحموه. وهنا بقى بنتنا اللي مش مريحة نفسها كعادتها بتقرر تساعدهم عشان شكل ماو قدام الناس، فبتحضر قنبلة عشان تفجر بيها المقر. بس شاو بيمسكها وبيعلقها من قفاها وبيطلب منها ما تتدخلش في أمور البلد ولا الحرب. فجاية بتستفزه وبتقول له أنت جبان وفالح بس تعمل فيها قائد عليا ومش قادر تفتح بقك قدام الأمير ليان. فشاو بيقول لها بقك ده لو اتفتح تاني مش هعمل اعتبار لصاحبي وهعلقك منه. شاو بعدها بيروح يقابل ليان بطلب منه، وليان بيطلب منه يتخلى عن 3 ولايات من ولايات المملكة مقابل السلام ووقف الحرب. بس الطلب ده بيترفض من ماو، فالملكة الأم بتسأل شاو عن رأيه. وهنا شاو بيقترح إنه يعلن الحرب ضد ليان ومملكته، بس ده بيخوف ماو أكتر لأنه جيش الشمال خسر كتير في الفترة الأخيرة ولسه مش مستعد للحرب من تاني. بس شاو بيصر إن ده الحل الوحيد، هيحارب يعني هيحارب. هنا أخو شاو الكبير بيصر إنه يشارك في الحرب دي عشان يساعد أخوه، بس إصابة رجله بتكون عائق كبير قدامه، وعشان كده بيطلب مساعدة جيا في تصميم مثبت يقدر يتحرك بيه على حصانه وقت المعركة. بس شاو لما بيعرف ده بيروح يمنع أخوه وبيتعصب جدا على جيا لدرجة إنه بيشيلها على كتفه وبيرميها في أوضتها وبيفكرها إنه حذرها ما تتدخلش في أمور الحرب أبدا. بس جيا بتتهمه إنه خايف من أخوه مش عليه، لأنه أخوه هو اللي علمه كل مهارات القتال، فهو خايف إن أخوه يبان أحسن منه. فالشاو بيتعصب أكتر، والمرة دي تهديده بيكون جد أكتر، لو اتدخلت مرة تانية هو مش ضامن هيعمل فيها إيه. شاو بعدها بيخرج يركب حصانه وبيفضل يجري بيه وبيفتكر لما كان طفل وأخوه اتصاب في رجله وهو بينقذ حياته في معركة من المعارك. ومن ساعتها والشاو حاسس بالذنب جدا تجاه أخوه، والمعركة دي كانت ضد مملكة تشين برضه. وبنكتشف إنه أهل الشاو الحقيقيين كانوا في الأصل ملوك، ومن بعد موتهم وشياو بيتم تجهيزه عشان يسترد ملكه كولي عهد لأنه الأحق بالعرش. بس فجأة شاو وهو على حصانه بيحس إنه مش شايف كويس، فبيفقد السيطرة على الحصان وبيقع وقعة جامدة جدا. بيلاقي بعدها إنه مش قادر يشوف أي حاجة، والمشكلة الأكبر إن الحرب خلاص قربت، فيا ترى هيتصرف إزاي دلوقتي؟ ولحد هنا بقى بيخلص الجزء الأول من مسلسلنا. لو عايزيننا نكمله اكتبولنا في التعليقات، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واشوفكم بقى في ملخص جديد. سلام.